في بداية الزمن كان بس المحيط هو اللي موجود على الأرض، وبعديها ظهرت إلهة وخلقت كل الحياة، وكان اسمها TVT. ناس أشرار حاولوا يسرقوا قوة الإلهة لغاية ما واحد اسمه ماري عدى المحيط علشان يلاقيها. كان كائن متحول الأشكال وبيغير شكله باستخدام سلاح سحري بيسميه الخطاف. بعد ما سرق قلب TVT بدأت الإلهة تنشر الظلام على وش الأرض، والسحابة الرمادية بتدمر كل حاجة بتلمسها. لغاية النهاردة الراجل حاول يهرب، بس في الطريق قابله شيطان الأرض والنار. ماري خد ضربة قوية من المخلوق ده، وده خلاه يفقد قلب الإلهة وسلاحه السحري واللي راحوا في البحر. حتى بعد مرور 1000 سنة السيدة تالا لسه بتحكي القصة لمجموعة أطفال صغيرين. فجأة بيظهر رئيس القبيلة توي علشان يطمن الأطفال، وبيفتح الستاير اللي حوالين الغرفة، وده بيكشف صور لوحوش، والأطفال بيخافوا أكتر. واحدة منهم اسمها موانا بتبص على الشاطئ وبتجري لوحدها، بتلاقي سلحفاة صغيرة وبتساعدها تدخل المية. موجة مضيئة بتيجي ناحيتها والبحر بيتفتح قدامها علشان تجمع الأصداف، والبنت بتمد إيديها ناحية سمكة والمية بتبدأ تنحسر حواليها، لكنها بتجمع أصداف من وسط البحر. موجة سحرية بتلعب شعرها وهي بتلاقي حجر أخضر لامع. في اللحظة اللي والدها بيوصل فيها للشاطئ السحر بيختفي وبيسيبها على الرمل وكأن مفيش أي حاجة حصلت. في قرية موتوناي اللي على الجزيرة كل حاجة بيتعلمها السكان بإيديهم، وفي تنظيم هرمي وموانا جزء منه علشان هتكون رئيسة القبيلة اللي جاية. بعد كام سنة البنت بتكبر وبتبقى مراهقة ودايما بتحاول ترجع للبحر، بس مسؤولياتها في القرية بتضطرها إنها ترجع. موانا بتشجع كل الناس في القرية وبتشرف على الأكل والزراعة، وبتقرر إنها تقطع الأشجار اللي ثمارها باظت وتزرع محصول جديد. بتوصل لها أخبار وحشة علشان الصيادين مش لاقيين سمك في البحر مهما اتجهوا. موانا بتعتقد إنهم لازم يعدوا الحاجز، بس والدها مش عاوز يعرض حياة الناس للخطر ولا يخليها تدخل البحر بالطريقة دي، وده بيخليه يجرح مشاعرها قدام الكل. سينا والدة القائدة الشابة بتقول إن والدها كان بيحب البحر قبل كده، لكن بعد ما عدى الحاجز المرجاني واجه عاصفة رهيبة وصاحبه وقع في المياه المضطربة وتوي ما قدرش ينقذه. ومع ذلك البنت بتطلع في مركب من المراكب وبتجدف علشان تشوف ايه اللي على الناحية التانية من الشعب، ومعاها خنزيرها الصغير. موانا بتركز وبتحاول تحمس نفسها بإنها تقول لنفسها إن في سمك أبطر على الناحية التانية. الرياح بتبقى قوية جدا والشراع بيتلف بعنف. فجأة الحيوان بيقع في المية وموجة بتضرب البنت في البحر، لكنها بتقدر تمسك الخنزير الصغير، بس موجة تانية بتغرقها وبتنزل في القاع وبتتزنق رجلها في الشعب المرجانية، لكنها بتكسر النبات بحجر وبتطلع تاني على الشاطئ. موانا بتدور على الحيوان واللي بيكون كويس، لكنه بيسيبها لوحدها على الرمل ورجلها مجروحة. الجدة تالا بتظهر وبتقول لها إنها مش هتقول لوالدها أي حاجة. قدام الموقف ده البنت بتعتقد إن توي عنده حق علشان البحر خطر ولازم تتحمل مسؤوليتها كقائدة بأسرع وقت ممكن. الجدة بترقص مع الأسماك وبعديها بتاخد القائدة الشابة لكهف مستخبي ورا شوية نباتات. جوه المكان المظلم ده بتعرف كل حاجة عن أجداد جزيرة موتوناي، وهي بتستكشف الكهف موانا بتلاقي مراكب كبيرة وطبلة بتخبط عليها كذا مرة. في المحاولة الثالثة شمعات على المراكب بتنور فجأة وصورة مجموعة رجالة مسافرين بالبحر بتظهر في عقلها. الأجداد كانوا بيبحروا بأكتر من 20 مركب وبيلاقوا جزر مجهولة. بعد ما اكتشفت إنها من نسل رحالة البنت بتخرج من الكهف مبسوطة تماما، لكن بعد الأحداث اللي حصلت مع ماوي الوحوش بدأت تظهر والمراكب ما بقتش ترجع للبحر زي الأول واختفى السمك. وعلشان تحمي الناس الشيوخ الأسلاف منعوا السفر للمحيط البعيد واستمر الظلام ينتشر. بعد كده الجدة تالا بتوري موانا جزء من الجذور السوداء اللي طالعة من المية ونازلة على الصخور، وبتديها قلب TVT وبتقول لها إن حد لازم يعدي البحر علشان يرجعه. الست العجوزة معتقدة إن موانا هي اللي هتقدر تعمل ده. في اللحظة دي المية بتبدأ تاخد شكل لوحدها وبتبلل البنت، لكن موانا مش عارفة ازاي تعدي الشعب المرجانية، لكنها عارفة انها ممكن تطلب المساعدة. موانا بتروح لخيمة من الخيم اللي والدها كان بيقود فيها اجتماع، وبتقول لتوي انها تقدر تساعد الناس لو عدت البحر، ورجعت قلب TVT. في ثواني الراجل بيثور وبيقول انه هيكسر كل المراكب وبيرمي الحجر السحري على الارض. بره الخيمة موانا بتلاقي عصاية الجدة تالا
مرمية على الأرض، وفي نفس اللحظة بيستدعوا الأب والبنت لغرفة الجدة تالا اللي وقعت فجأة وتعبت. وبعد ما أهل موانا بيمشوا، تالا بتهمس في ودن حفيدتها وبتقول لها إنها تروح البحر وتدور على ماوي اللي هيعرف هي مين. بعد كده الست بتديها قلادة فيها قلب تي في تي. موانا بتاخد مركب من الكهف وبتتوجه للبحر، وبعد شوية بتظهر موجة ضوء على شكل لادغة، والحيوان بيسبح قدام المركب عبر الأمواج. موجة كبيرة بتتكون، لكن القائدة الشابة بتعديها بسهولة. وهي بتحاول تبحر، موانا بتسمع صوت في فتحة المركب وبتكتشف إن في ديك اسمه هي مستخبي في مكان بالمركب. الحيوان بيخاف لما يدرك إن كل حاجة حواليه مية، وبيطير في البحر، والبنت بتروح وراه علشان تنقذه، لكن بتلاحظ إن مركبها بيبعد فبترجع بسرعة ليه. بعديها بتسيب الديك محبوس في مكان مربع وهو بيحاول بكل جهده ينط في المية. مع الغروب المية بتبدأ تبقى خشنة شوية، لكن القائدة الشابة بتحس بالنعاس وبتنام. المية السحرية بتلمس كتفها وبتصحيها، وده بيخليها تدرك إنها ماشية في الاتجاه الغلط. الرياح بتلف مركبها وبتوقعها في البحر. عاصفة رهيبة بتقرب، وموانا بتمسك في قطع المركب، لكن موجة ضخمة بتضربها وبتخليها تفقد الوعي. وتاني يوم القائدة الشابة بتصحى مغطيها الرمل على شاطئ مجهول، وقلب تي في تي سليم، لكن مركبها اتحطم. وهي بتبص على مجموعة صخور بتكتشف إن علامة ماوي مرسومة عليها. فجأة البحر بيقول للبنت إن في حد جاي، فبتاخد الديك وبتستخبى تحت المركب. في اللحظة دي بيطلع راجل وبيصرخ، وبيتفاجئ لما يشوف البنت الصغيرة. بيرفع المركب بإيد واحدة وبيوقع أمضاء على المجداف، لكن موانا مش بتهتم بكلام ماوي وبتضربه. الراجل بيحكي ازاي اكتشف جزر كتير ودمر وحوش في المحيط، وفي نفس الوقت بيلهي البنت وبيحبسها في كهف. البنت بتلاقي تمثال للراجل الضخم وبتطلع عليه وبتدفعه لحد ما تقدر تهرب من فتحة في السقف. ماوي بيكمل رحلته على مركب موانا، وهي بتنط من فوق جبل ناحيته، لكن بتخيب وبتوصل للبحر. ماوي بيجري بسرعة وبيسيب البنت الشابة وراه، وفي ثواني المية بترفعها وبتخليها ترجع المركب بسرعة زي الطيارة، لكن الراجل بيرميها في المية تاني. ده بيحصل أكتر من مرة لحد ما البنت توريه قلب تي في تي. ماري بيرمي الحجر في المية، لكن المية السحرية بترجعه تاني. قدام الوضع ده ماوي بيحاول يهرب، والبحر بيوقعه على جنب المركب. ماوي بيقول إن الحجر السحري منحوس علشان خلاه يفقد مكانه في الجنة، وبقى من غير سلاحه الخطاف. سهم بيظهر وبيكون على وشك إنه يضرب الديك هي. المهاجمين هم الكاكامورا، مجموعة وحوش صغيرة على شكل جوز هند بيسافروا على سفينة ضخمة. ماوي بيقول إنه مش هيقدر يحارب علشان هو من غير الخطاف اللي بيساعده، والخطاف كان بيحوله لأي حيوان هو عاوزه. فجأة الوحوش بيرموا كابلات على المركب الصغير وبيبدأوا يشدوها. في اللحظة دي سفينتهم بتتقسم ل3 علشان تحاصر ضحيتها، وبيعدوا البحر بالحبال علشان يوصلوا للمركب الصغير. بعد المخلوقات بتنجح في الوصول، وده بيخلي موانا تفقد قلب دي في تي، لكن هي بيبلع الحجر، وأحد الوحوش الصغيرة بيمسك الحيوان. القائدة الشابة بتحاول تلحقه، لكن الحيوان بيرجع للمركب. في نفس اللحظة البت بتطلب مساعدة ماوي اللي بينط على المركب وبيقلبه بسرعة عالية. لما أدركت إن ماوي ناوي يهرب، موانا بتمسك بمجداف وبتطلع على سفينة الأعداء. بتستخدم المجداف كسلاح وبتضرب الوحوش الصغيرة وهم بيحاولوا يسيبوها بسهام مسمومة. البنت بتنجح إنها تطلع لفوق السفينة وترجع الديك، وبتاخد حبل وبتستخدم المجداف كدعم علشان تنزل مركبها. في نفس اللحظة كل تركيز الأعداء بيكون على المركب الصغير اللي محاصر من ال3 سفن العملاقة اللي بتحاول تسحقهم، لكنهم بيقدروا يهربوا بالعافية. بعد المعركة الاتنين لازم يواجهوا سلطعون ضخم علشان يرجعوا الخطاف، وبعديها يدمروا مخلوق النار المعروف باسم تيكا. ماوي بيعتقد إنه أعظم بطل في العالم، لكن البنت بتقول إنه معروف على إنه الشرير اللي سرق قلب تي في تي، وإنه لو رجع الحجر هيبقى بطل حقيقي. فبيوافق إنه يروح في المهمة، بس بشرط إنه يرجع سلاحه الأول. الراجل بيقول إن البنت الصغيرة عمرها ما هتكون مغامرة، فالموجة السحرية بترمي سهم مخدر على ماوي، وده بيخليه يقع. بعد كده بيضطر إنه يعلم موانا الإبحار غصب عنه. فجأة البنت بتدرك إنها رجعت لجزيرة موتونوي، وبتشوف نخلة بتحول لرماد ووالديها بيظهروا على الشاطئ، بينما سحابة سودة بتغطي سطح الأرض كله. وفي اللحظة دي موانا بتفوق من الكابوس
ولحسن الحظ ماوي كان تعافى ودلوقتي بيقود المركب. بيوصلوا لجزيرة مظلمة علشان يدوروا على الكائن اللي سرق الخطاف واللي عايش في عالم الوحوش، لكن ماوي مش بيرضى إن البنت الشابة تروح معاه، ومع ذلك لما بيطلع على الصخرة العملاقة بيكتشف إن موانا كانت بتتبعه. في قمة الجبل الصخري مفيش بوابة للعالم، فمافي بيقول إن المدخل بيظهر لما بيضحوا بإنسان، لكنه كان بيلعب على البنت. بعد ما ماوي بينفخ في الأرض سحابة غبار بتتطاير ووش بيظهر في دايرة على الصخرة، بيعمل رقصة معينة وبيخبط في الأرض، وده بيفتح ممر. فجأة الراجل بينط في الهاوية وموانا بتروح معاه، بيسقطوا في المية وبيمشوا على طريق مضيء. بعد ما يعدوا البحر ماوي بينزل على الأرض والقائدة الشابة بتقع فوقه وبتتدحرج على منحدر، وهناك وحش بيقبض عليها وبيستعد إنه ياكلها، لكن وحش تاني بيقطعهم وبيبلع الوحش الأول. خفافيش ضخمة بتلاقي موانا لكن بسرعة بتمشي، وبعدين قائد زي القرد وعنده دراعات كتير بيهجم عليها، لكن ينبوع ساخن بيبعده. موانا بتلاقي الخطاف فوق جبل من الذهب. ماوي بيتخبى والبنت بتغطي نفسها بكنوز علشان تجذب انتباه تاماتوا واللي بيكون سارق السلاح. في اللحظة دي الأرض بتبدأ تهتز والجبل الذهبي بيرتفع علشان فوق سلطعون عملاق مسك البنت. موانا بتحاول تشتته علشان ما يشوفش إن ماوي وراه وبيحاول يسرق الخطاف. تاماتوا بيستعد ياكل موانا، لكن ماوي بينجح إنه يستعيد سلاحه في نفس اللحظة. السلطعون الغريب بيوقع البنت على الأرض، لكن باستخدام قوة سلاحه ماوي بيتحول لسمكة وبعديها لحيوانات ضعيفة. المخلوق العملاق بيمسكه بقوة وبيضربه في الحيطة. ماوي بيحاول يهجم بالخطاف، لكن العدو بيمسك السلاح بسهولة وفي نفس الوقت بيحبس موانا. تاماتوا بيهجم على مافي أكتر من مرة وصدفته بتبدأ تلمع. ماوي بيحاول يوصل لسلاحه لكن الحيوان بيرميه بعيد. القائدة الشابة بعد كده بتلفت انتباه العدو عن طريق إنها بتوريه قلب TVT. البنت بتهرب لكن الحجر السحري بيقع منها في حفرة. لما السلطعون بيحاول يسترجع الحجر موانا بتسرق الخطاف وبتهرب مع ماوي علشان الحجر الحقيقي معاها. بيستخدموا ينبوع ساخن علشان يخرجوا من عالم الوحوش وبيوصلوا للشاطئ، وهناك ماوي بيحول نص جسمه لسمكة قرش. الراجل بيعتقد إنهم مش هيقدروا يهزموا تيكا علشان هي أقوى بكتير من السلطعون. موانا بتحاول تقنع صديقها إنه يكمل المهمة. ماوي بيقول لها الحقيقة عن قصته، هو مش ابن ديميجات حقيقي لكنه من بشر عاديين تركوه والآلهة لقوه في البحر وعطوه الخطاف. بعد كده عمل كل حاجة علشان يساعد البشر بما فيهم اللي سرقوا قلب TVT، وإن هو مكروه بسبب ده لحد النهاردة. أثناء الرحلة ماوي بيتدرب باستخدام الخطاف وبيتحول لنسر وبيكسر صخور كتير حواليه، وبعديها بيتحول لحوت وده بيخلي موجة تضرب موانا. بعدين الاتنين بيدخلوا في ضباب مظلم وبيعدوا منه وبيوصلوا لجزيرة تيكا. الديميجات بيتحول لطائر وبيطير ناحية النيران وبيتعرض لهجوم من كرات نار طايرة. بينجح إنه يقرب لكن تيكا بتطلع من سحابة اللهب وبتضربه ضربة قوية فبيقع في البحر وبيفقد الحجر السحري، لكنه بيستعيد قلب TVT وبيتعرض لضربة تانية علشان كده بيتحول لسمكة قرش وبيهرب من المخلوق. موانا بتكتشف إن الوحش مش بيحب المية فبتقود المركب حواليه. ماوي بيحاول يمنعها علشان الوحش خطير جدا، وبعد ما بيتشتتوا الاتنين بيلقوا ضربة من تيكا والراجل بيحاول يحميها بسلاحه لكنه بيبتعد عن الجزيرة. بعد ما الخطر يمر موانا بتلاحظ إن خطاف الديميجاد متشقق وقرب إنه يتكسر، فبيقرر إنه يتنازل عن محاولة إنقاذ قلب TVT وبيرجعه للبنت. بعد كده الراجل بيتحول لصقر وبيسيب البنت. موانا بترمي الحجر في البحر وبتطلب من المية السحرية تلاقي حد تاني يكمل المهمة. بعد ثواني بتظهر لادغة مضيئة وبيظهر إن ده شبح جدتها تالا. بعد ما بتتكلم مع تالا البنت بتغطس لأسفل البحر وبتستعيد قلب TVT. بعديها بتبحر تاني لجزيرة الظلام. لما البنت المراهقة بتقرب من الوحش اللهب بتظهر تاني بتلف بسرعة المركب علشان تتفادى هجماته. موانا بتستدرج الكائن للمكان اللي عايزة تعدي منه، لكن تيكا بيبدأ يرمي كرات نار وبيقفل الممر. في اللحظة دي مركب البنت بيرجع للناحية التانية من غير ما الوحش ياخد باله، وفي كده القائدة الشابة بتقدر توصل لممر تاني، لكن تيكا بيرمي كرة مشتعلة
بتخلي الصخور في المضيق تقع جنب المركب، وأثناء الارتجاج بيقع الحجر السحري منها، لكن هي بيلقطه. بعد ما موانا بتعدي للناحية التانية، الوحش بيظهر تاني وبيقلب المركب، والمراهقة بتحاول ترفع المركب بينما الوحش على وشك إنه يقبض عليها. في اللحظة دي ماوي بيظهر في هيئة صقر وبيقطع إيد العدو. الديميجات بيتحول لحوت علشان يعمل موجة عملاقة تضرب الوحش، وفي نفس الوقت تدفع مركب صاحبته بعيد عن الخطر. بعد كده الراجل بيعض صباع من صوابع تيكا وبيتحول لسحلية علشان يهرب، وبيهجم على خصمه مرة تانية لكنه بيتلقى ضربة قوية. الوحش بيوجه اهتمامه للبنت وبيحدف عليها كرة نار، لكن المية السحرية بتحميها، وبرغم كده المركب الصغير بيتضرب، لكن البنت بتوصل للناحية التانية من الجزيرة من غير أي أذى. في اللحظة دي ماوي بيقرر يوجه آخر ضربة للوحش باستخدام الخطاف، وده بيخليه يطير بعيد والسلاح ينكسر. موانا بتدرك اللي بيحصل فبتطلع الجبل أسرع وأسرع لحد ما بتوصل للقمة، وبتكتشف إن تي مش موجودة. لكن لما بتبص على الوحش بتلاحظ إن نفس تصميم الحجر السحري موجود على صدر تيكا. الراجل بيحاول يشغل بال الوحش، لكن البنت بتستخدم الحجر علشان تلفت انتباهه. موانا بتخلي البحر يفتح علشان الوحش يقدر يوصل لها، فبيجري بأقصى سرعة علشان يهجم على القائدة الشابة، لكنه بينتهي بيه الحال منوم مغناطيسيا بفضلها. موانا بعد كده بتلمس العدو وبتحط القلب في المكان المحدد على صدره، والصدفة اللي مغطية الوحش بتتكسر، وبتظهر تي تحت الصدفة، امرأة عملاقة مليانة بالزهور. المخلوق السحري ده بيلمس الأرض وبتظهر غابة في مكانها. الكائن السحري بيرفع الصديقين في إيديه، وبعديها ماوي بيعتذر عن سرقة قلبها، والإلهة بتديله الخطاف المتجدد. بعد كده البنت بتودع الديميجات وهو بيتحول لصقر علشان يكمل رحلته. لاحقا موانا أخيرا بترجع لجزيرة موتونوي وأهلها بيستقبلوها وأذرعهم مفتوحة. شعب القرية بيرجع يستخدم المراكب بتاعة أجدادهم، والأب وبنته بيبحروا مع بعض. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.